السلام عليكم، فيديو جديد على قناة يومياتي انا واخواتي. النهارده هنعمل الجبنه القريش باسهل طريقه. ازاي من كميه لبن قليله زي ديت هتطلعي كميه قشطه وكميه زبده كبيره. النهارده الكميه بتاعتي انا بجيب كميه لبن يعني مثلا 10 كيلو، ببتدي ان انا اقسمها لاجزاء. النهارده هنعمل الجبنه القريش، انا هستخدم هنا هعمل كميه عشان ما اعملش الكميه مره واحده وتبقى كتير عليا. فانا بجيب كميه الحليب وببتدي ان انا اعمل ايه، اخزنها جزء جزء يعني عشان ما يبقاش التكلفه عليا كتير. بجيب 10 كيلو، ببتدي ان انا اقسمهم، اعمل بيهم مثلا شويه جبنه قريش، شويه اغلي اللبن واعينه في الفريزر للسنه. احسن وقت تخزني فيه جبنه قريش هو فصل الشتاء، بيكون فيه الربيع، بيكون فيه اللبن تقيل، بيكون كمان اللبن اهم حاجه يكون تقيل وتجيبيه من لبانه موثوق منها. ما يكونش مفروز قبل كده. في ناس بتفرز اللبن وبعد كده بترجع ان هي تبيعه تاني لبن حليب، ما بتلاقيش فيه خير كتير. اهم حاجه اللبان اللي تجيبي منه يكون اللبن بتاعه موثوق منه. هنا انا جبت الطاجن بتاعي، انا هستخدم الطاجن بتاعي ده بياخد 2 كيلو ونص من الحليب. هبتدي ان انا افضي بس قبل ما تتاكدي ان اللبن بتاعك متصفي. هما بيصفوه على شاشه بيضاء بحيث لو في اي اتربه او اي حاجه تتشال كده، اي شوائب بتتشال. بعد كده بحط في اللبن في اكياس وابتدي ان انا ارج الكيس بتاعي علشان يعمل رغاوه. الرغاوه دي هي اللي هتبقى القشطه بتاعتي او الفوم بالشكل دوت، واحاول ان انا اعمله. هدي كميه رغاوه زي ديت بالشكل دوت. بعد كده بقى لو انت حابه ان هو يقطع معاكي على طول او يجبن معاكي على طول، بتحطي منفعه. بس بصراحه يعني انا ما يعني احنا عن نفسنا مش بنحط منفعه، او ممكن تحطي زبادي. احنا هنا بنسيب الحليب بتاعنا لو في فصل الشتاء بتسيبيه 24 ساعه، بتسيبيه 48 ساعه. لو في فصل الصيف بتسيبيه 24 ساعه واللبن بيجبن منك، بتركنيه في حته يكون فيها تنفيسه كده، يعني يكون فيها نسبة هواء، ما يكونش مكتومة، علشان طبعا انت عارفة ان اللبن بياخد اي شوائب يعني ممكن يكتسب اي ريحة من المكان. فحاولي ان انت تاخديه في مكان مظلم وتفتحي له مجرد ان هي تهوي كده سنة بسيطة. بعد 48 ساعة لو في فصل الشتاء بيطلع اللبن معاكي مجبن بالشكل دوت. بس الاول بعد ما بتسيبيه بقى 48 ساعة لو في فصل الشتاء. لو انت حابة ان هو يجبن معاكي على طول وما يقعدش معاكي على طول، بتحطي منفعة، والمنفعة بتيجي من عند الصيدلية البيطرية او من عند بتاع الألبان، ممكن تسأليه ممكن تلاقيها متواجدة، او ممكن من الصيدلية البشرية وتلاقيها أقراص. طبعا دي كمية القشطة بتاعتي اهيت. انا بعد ما اللبن بيجبن مني بدخله التلاجة علشان اعرف ان انا اتحكم في القشطة كويس جدا واعرف ان انا اشيلها. طبعا شايفين من 2 كيلو ونص حليب طلعت كمية قشطة قد ايه، ما شاء الله. بعد كده بقى دي كمية القشطة بتاعتي هي بالشكل دوت، حوالي 300 جرام. ودي طبعا اللبن بتاعي مجبن اهوت، مفيهوش اي نسبة من المية. اللبن صافي حليب 100%، مش متزود مية او مش متشال الخير بتاعه. في ناس بتدخل اللبن ده على مكان الفرز وبعد كده بترجع تبيعه للناس تاني على انه لبن حليب، بياخدوا الخير بتاعه. لا، انا الست اللي انا جايبه منها ست موثوق منها. اهم حاجه ان انت تجيبي اللبن بتاعك من مكان موثوق منه. طبعا طلعت 300 جرام من القشطه، وده اللبن الحليب بتاعي. بدخله الفرن لمده 10 دقايق ان هو يدفى علشان اقتل البكتيريا اللي فيه. بعد كده بجيب الحصيره بتاعتي وبحطها على صينيه كده وابتدي ان انا انزلها. لو ما عندكيش الحصيره تقدري ان انت تجيبي شاش ابيض وتفضي فيها الجبنه بتاعتك. بس طبعا عشان احنا بدأناها بالحصيره، الحصيره ماهيش غاليه، انا جايباها من السوق ب 30 جنيه. دي كمان الكبيره، في اللي اصغر منها ب 20 جنيه. بس بصراحه انا ما لقيتش غير هي الحصيره ديت. وبعد كده عملت لها شيلات كده، قطعت حاجه رباط من عندي وعملت لها شيلات، وببتدي ان انا احط الجبنه بتاعتي بعد ما بتجبن كده وبرش عليها ملح. بصراحه الناس اللي هم بتوع الجبن اللي احنا بنشتري منهم الجبن هم مش بيحطوا ملح، علشان طبعا لو حطيتي ملح هتصفي الشرش بتاعها كتير قوي فمش هتطلع معاهم وزن. انا بعلقها كده ليله كامله تصفي الجبنه او 6 ساعات. وطبعا الشرش ده المادة الحافظة بتاعتها، لو عايزة تقعديها لفترة طويلة بنحفظ فيها الجبنة بتاعتنا.
او ممكن تعملي بيها معجنات. طبعا دي منظر الجبنه بتاعتنا اهيت بعد ما نشفت. هبتدي ان انا اقطعها بقى، وطبعا حجم القطعه في الاول وفي الاخر يرجع لك حسب التقسيمه او القطعه اللي انت عايزاها. طبعا ما شاء الله شايفين يعني من 2 كيلو ونص طلعنا جبنه وقشطه وزبده. طبعا في ناس بتحوش، في ناس لو عايزه تاكل القشطه على طول تاكليها، وفي ناس بتحوش القشطه دي تعملها كميات على بعضها لغايه ما تكمل. حتى كمان يعني الاطفال بيحبوا يشاركوا في الحاجات دي. شايفين منظر الجبنه حاجه كده ما شاء الله، حاجه كده منظرها تحفه بجد. يعني جبنه وقشطه كمان. في يعني لو انت مش حابه ان انت تخزني القشطه او تستخدميها، هنا القشطه تقدري ان انت ما تحطيش عليها ملح عشان تستخدميها للحلويات. هنا انا هستخدم الزبده بتاعتي، جبتها هنا دي كميه القشطه اللي طلعت معايا. هبتدي علشان ما تتكومش معايا هحولها لزبده. انا كل كميه بتتوفر معايا لغايه ما بعمل كميه مناسبه من الزبده، وبعد كده بسيحها مع بعضها. وفي فيديو تاني هبقى اوريكم طريقه تسييح الزبده البلدي بتاعتنا، وازاي كمان تطلعي احلى مرتة. حاجه كده ما شاء الله. شايفين بالمضرب او ممكن بايديكي او بالمضرب السلك كمان، علشان تعرفي ان اللبن بتاعنا موثوق منه وحلو 100%. شايفه مش مطلع كميه يعني اللبن اللي طالع من الزبده ده اللبن الرايب. شايفين مطلعه كميه زبده قد ايه، يعني كميه الميه بحاول ان انا اعصرها جامد تنشفيها، علشان لو ما عصرتهاش من الميه دي ممكن تعمل عفن كده. وبعد ما بتخلصي بتحطيها في الفريزر، او ممكن تسيحها على طول لو انت مثلا عايزه ان انت تعمليها. ببتدي ان انا اعملها كده بالشكل دوت، او ممكن تعمليها زي كور كده. انا بعملها زي ما هي بتيجي لي من الفلاحه بالظبط، بحاول ان انا اشكلها زي ما هي بتيجي من الفلاحه بالظبط بالشكل ده. بصوا حاجه كده ريحه ولمعه بجد. هي دي الزبده الفلاحي. في زبده ما شاء الله كده يعني مضروبه، وفي اليومين دول البان مصنعه. الالبان المصنعه هي عباره عن ايه؟ بيكون لبن بودره، وبيجيبوا الزبده النباتي وبيقلبوها مع بعضها، ويروحوا يبيعوا اللبن دوت بسعره سعر اللبن الحليب. بيبقى ارخص شويه بس خلاص، يعني انت كده عرفتيه ان هي البان مصنعه. طبعا اهو دي كميه اللبن الرايب. ممكن تدفيه بتعملي برضو قرص منه بقى طعمه حلو جدا. وطبعا دول اهم طلعت حوالي 300 جرام، يعني صفت معايا 250 جرام من الزبده الصافي اهيت. ودي الجبنه القريش. شايفين 2 كيلو ونص طلعوا معايا الكميه ديت بجد. حاجه كده ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في شير ولايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد، وشير عشان